والبرهان بالتعاون مع شبكة المناصحة يقدمان اهتدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم إني لكم ناصح. أما آن الأوان أن ترفعوا رؤوسكم وأنتم الصادقون المخلصون المحبون لآل بيت رسول الله. والله العظيم أنا شيعي كطيفي بعد أصلك واهتديت. نطلب الله ثباتا في حياتي. في رحلتي للبحث عن الحقيقة أين سأجدها؟ أين؟ ومساء من ثنينا نطلب الله ثباتا. اللهم لقد طعنتم حبيبات المصطفى. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. لا ربك الله بقى يا بنت الكلب. اللهم إني أستغفرك مما كنت عليه. اللهم إليك. انجوا بأنفسكم من غضب الله وعقابه، اهربوا بأنفسكم من دين التناقضات. سعينا نبصر الحق جليا ابتدعنا واعتدينا. والله العظيم كثير من جماعتنا الشيعة الآن يدخلون إلى الطريق الحق، طريق الله سبحانه وتعالى والتوحيد. اللهم إني أشهد إليك وأبرأ إلى الله تعالى من العقيدة التي كنت أعتنقها، وهي العقيدة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. بحثوا عن الحقيقة فوجدوها. هل فكرت يوما في البحث عن الحقيقة؟ اهتدينا وإلى الله سعينا نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. وأعلن براءتي من دين الطعن في الله وفي كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وصحبه وأزواجه. نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا. وأعلم إني مهدد والكثير هددوني أنا وعيالي، يعني حتى وصل الأمر إلى الرسائل التي وصلتني، ولكن لا أخاف في الله لومة لائم. فليغال في أذانا لا تبالي قد رضي. بعد سنوات من الصراع مع النفس وبعد التفكير والبحث ويش نعيش في تناقض، نرفض الشيء واقعا ونقبل اعتقادا وفي الكتب فقط. قلت ويش اللي بخسره؟ ذبحت الصحابة ولم أخسر آل البيت. اهتدينا وإلى الله سعينا. بمجرد تحكيمك لعقلك والله ستصل إلى الصواب. وقفوا الضرب، وقفوا مناحات، وقفوا تلطيخ نفسكم بالطين. والله فضحتوني، والله العظيم قسما بالله إنها فضيحة. والله العظيم إني لكم ناصح. حرام عليكم. اهتدوا خلاص، اهتدوا. أجار الله الأئمة إن يكن ذا فعل أمة تدعي حبها للأطهار من دون الشعوب. كل من ينكر أن الواقع مر أليم فهو مثل الواقع الكذاب كذاب أثيم. شفت الخوئي يلطف، شفت السيد السستاني يلطف، شفت المهاجر يلطف، سمعت الوائلي يلطف، او محمد باقر الفالي يلطف، سمعت المدرسي يلطف، سمعت الصدر يلطف. شفتهم يلطمون؟ ليش ما يلطمون؟ ليش انت اللي تثير الدم من نفسك وجسدك وهم يتفرجون؟ العدو رقم 1 للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر، أبو بكر، إبليس. الله عز وجل قرر أن العدو رقم 1 هذين الاثنين، هذين الخبيثين الملعونين. محمد رسول الله
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. موقع البرهان بالتعاون مع شبكة المناصحة يقدمان اهتدينا وإلى الله سعينا نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا